خلصت الحكاية وخلاص احنا في اخرها، وصلنا للنهاية وبالخير افتكرها. خلصت الحكاية وخلاص وصلنا لمرحلة من عدم الوفاء صعبة قوي، ان لاعب من اهم لاعيبتك في اخر 5 سنين واسطورة من اساطير ناديك تحس ان هو مصري مش تونسي يطلع يطلب منك شهرين بس علشان تقيمه وتشوف ان هو هيقدر يكمل معاك ولا لا، مع انك انت مصر ان هو يمشي مع انه مش محتاج تقييم. كلنا عارفين ان هيجي يوم وهيمشي، النهارده بكره بعده هيجي يوم وهتنتهي القصة بين الحبيب والمحب، بين جمهور النادي الاهلي وبين علي معلول. الفراق سنة الحياة، قبلك مشي اساطير من النادي الاهلي زي ابو تريكة والخطيب وغيرهم، وكلنا كنا مستنيين اليوم اللي هتمشي فيه، وهتفضل ذكرى كويسة في قلوبنا يا افضل محترف جه النادي الاهلي. رد الجميل بقى لعلي معلول لو قرر الاعتزال في النادي الاهلي، ان احنا نعمل له مباراة اعتزال عالمية لاسطورة من اساطير النادي الاهلي، وان شاء الله يكون له مكان في ادارة النادي الاهلي بعد الاعتزال. شكرا لعلي معلول. بس كده، يلا سلام.